اهلا بيكم، معاكم قناه مطبخ فوف. النهارده جاي اقدم لكم طريقه لتتبيله الجمبري بطريقه سهله جدا وبسيطه، باذن الله هتعجبك. طالع ما شاء الله مقرمش واخد اللون الذهبي، بجد شكله وطعمه تحفه احلى من بتاع المطاعم. يلا نبدا الفيديو ونقول بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. عندي نص كيلو من الجمبري المتقشر، عندي معلقه كبيره من الثوم المفروم، عندي ليمونه. البهارات نص معلقه كركم، نص معلقه بابريكا، فلفل اسود، بصل بودر، كزبره، ملح، كمون. محضره عندي بوله نزلت فيها بكل البهارات مع بعضها، مع معلقه كبيره من الثوم المفروم وعصره الليمونه. هبتدي اقلبهم مع بعض، ودي التتبيله بتاعه الجمبري بقت جاهزه معايا بالشكل ده. هجيب بقى عندي الجمبري وابتدي انزل بيه على التتبيله، هقلبه كويس جدا لحد ما يشرب من التتبيله. هسيبه لمده نص ساعه لساعه الا ربع في التلاجة لحد ما يتبل. هقفله ببلاستيك راب وهدخله التلاجة، وبعد نص ساعه هطلعه. حضر معاكي التتبيله السائله. محضره عندي نص معلقه بابريكا، ملح، كمون، كزبره، فلفل اسود، بيضه، فصين ثوم مفرومين، وكوبايه دقيق، ونص كوبايه ميه دافيه. نزلت بالبيضه مع البهارات ومع فصين الثوم المفرومين ونص كوبايه الميه، وهقلبهم بالمضرب اليدوي بالشكل ده. هجيب عندي بقى كوبايه الدقيق وهنزل بيها على الخلطه ديت. طبعا زي ما قلت لك نص كوبايه الميه مع كوبايه الدقيق بالظبط، عشان يديني القوام السائل دوت. انا لا عايزاها اتقل من كده ولا اخف، هتبقى بالقوام ده بالظبط. يبقى كوبايه الدقيق بتاخد نص كوبايه من الميه. بعد كده هحضر معاكي التتبيله الجافه، ودي اخر تتبيله للجمبري. محضره عندي كوبايتين من الدقيق، وعندي كوبايه من النشا صغيره، وعندي 3 معالق بقسماط وملح وفلفل اسود وبابريكا، ونص معلقه من البيكنج باودر. نزلت بالدقيق مع النشا مع البقسماط والبهارات ونص معلقه البيكنج باودر، وهقلبهم مع بعض. وكده التتبيله الجافه بقت جاهزه عندي. هاجي بعد كده هطلع الجمبري عندي من التلاجة، اخد في حدود نص ساعه بالظبط. هجيب عندي بقى التتبيله السائله وهبتدي انزل فيها بالجمبري بالشكل دي، ودي اول طبقه هاخدها الجمبري. بعد كده هطلعها على التتبيله الجافه اللي هي الدقيق مع البقسماط مع النشا. طبعا معاكي قناه مطبخ فوفا، لو اول مره تشوفيني يلا اشتركي عندي وفعلي الجرس علشان كل جديد يوصلك باذن الله من وصفاتي. بعد ما طلعت الجمبري من التتبيله السائله نزلت عليه في التتبيله التانية زي ما انت شايفه بالشكل ده. هعمل الكميه كلها عندي، طلعها في طبق تاني. هكون محضره عندي الزيت بقى يكون سخن على النار، زيت غزير. هنزل فيها بقى بالجمبري بالشكل ده. اول ما ياخد اللون الذهبي ما تستعجليش عليه، النار تبقى وسط زي ما انت شايفه بالشكل ده. هيطلع معايا وهيبقى بالشكل ده طالع بجد مقرمش من بره وجوسي من جوه، طعم بجد تحفه. طريقته سهله جدا وبسيطه، امشي بنفس الخطوات اللي قلتلك عليها تعملي احلى تتبيله للجمبري. لو عجبتك وصفتي ما تنسيش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس علشان كل جديد يوصلك، والف هنا وشفا. سلام عليكم.